النهارده هنتكلم عن فاست اكس. هو يعتبر من احدث الافلام في السينما. الفيلم محدش مستنيه قوي، وده بسبب فشل الجزء التاسع. بس لو بصينا للبوستر هنشوف نجوم كتير: فان ديزل وجون سينا وجيسون موموا وجيسون ساذام. يعني المفروض ندخل نشوف فيلم اكشن محترم. فهل شفنا ده ولا لا؟ خلينا نشوف. الفيلم متوقع جدا. يعني ايه متوقع؟ اقول لك نفس الاكشن اللي في سلسله فاست اند فيريوس، وفعلا مفيش جديد في الفيلم. يعني لو هتدخل الفيلم لازم تكون من عشاق السلسله دي، ولا اكتر ولا اقل. وايوه، جال جاجوت رجعت. انا عارف انك شفتها ماتت، وانا كمان شفتها ماتت، بس المخرج عايز كده. قصه الفيلم بسيطه جدا، عن انتقام دانتي اللي حصل في فاست 5، وذكريات الماضي عن بول ووكر، وده وضحه في المشهد الافتتاحي للفيلم. قصة الفيلم إلى حد ما ملهاش معنى زي كتير من أفلام الأكشن، بس نقدر نقول إن جيسون موموا أحسن فيلن لحد دلوقتي. جيسون موموا جاي يمثل بكاريزمته، وكل مشهد كان بيجي بيظهر فيه كان بيسرق الأضواء من الكل، وتقنيا زي أي شرير عنده امتيازات في الفيلم. يعني عنده موارد غير محدودة إنه يشغل عنده مرتزقة زي ما هو عايز، وذكي كفاية إنه يكون متقدم 4 أو 5 خطوات عن الجميع. جيسون موموا شرير، شر غير مبرر، وفي نفس الوقت مش مهلهل على نفسه كده، حاجة كده جوكرية زي الجوكر يعني. وشرير سايكوبات، وده عارف يوصل موموا بتمثيله العالمي. هتشوف جيسون موموا هتقول ده شرير لمجرد الشر. فبصراحة جيسون موموا عمل الدور على أكمل وجه. كان جاي الفيلم ده يمثل بمزاج، مش شغله بقى فان ديزل ولا جون سينا. لأ، جيسون موموا أبدع في الدور ده. بقية الشخصيات في الفيلم بتعاني من الانقسام، ومثل الافلام دي انها في افضل احوالها لما بيكونوا مع بعض تيم واحد، او الطقم بيكون كامل. الفيلم بيعتمد على وجود عدد كبير جدا من الشخصيات، بس ده قصاده اهدار كبير جدا للوقت. فبيتجمع اعضاء فرقتنا الرئيسي مع اي شرير جه قبل كده عشان ينضموا بشكل غير مفهوم مع عائلة دوم، وشوية شخصيات جديدة مرحب بيها. بس هي بقت اكتر من لازم. من الاخر كده هي محاولة لتقليد افنجرز اند جيم. قصة افنجرز معروفة، مجموعة ابطال قصاد مجموعة اشرار. فهل ده هيوصلنا لايه؟ الفيلم ده بيديك مشاهد اكشن حلوة في اول واخر الفيلم، بس في مشهد الكرة العملاقة اللي بتلف في روما بحالها وبتدينا الاكشن اللي احنا عاوزينه، وبيرجع الملل في الفيلم تاني لحد اخر نص ساعة فيه. بس الاكشن هنا باين انه حلو ومتعوب عليه بصراحة. الصرف باين، وباين كمان في الفيلم انه متصور في كذا بلد، فدي حاجة كويسة جدا. وده بيبين لنا ليه الفيلم ده مصروف فيه 350 مليون دولار. وسلسلة الافلام دي معروفة باكشن العربيات، وحلو هنا ان في مشاهد عربيات حلوة ومتصممة كويس، بس في اوقات بتشوف العربيات CGI، ولو ركزت فيها فيزيائيا الحاجات دي مستحيل تحصل. بس بشكل عام في اكشن لطيف في الفيلم، بغض النظر عن شوية الاكشن الهندي اللي موجود فيه. لو انت بقى من محبين السلسلة دي من اولها مش هيفرق معاك كل العيوب دي، وهتدخل تستمتع بالفيلم. وانت عارف ان الافلام اللي زي دي معمولة عشان ترفه عنك مش اكتر. بس لو انت من فانز الفيلم هتحبه جدا وهتتعاطف معاه كمان. الفكرة كلها في القصة الكويسة، وللأسف الحاجة دي بيفتقر ليها منتجين ومخرجين الفيلم. وطبعا ما تنساش في آخر الفيلم في بوست كريدت سين، اوعى تمشي وتسيبه لأنه جميل جدا، ويبين لك طبيعة الأجزاء الجاية. فان ديزل أعلن إن في فيلم جاي، بس الفيلم ده اتقسم ل3 أجزاء على 3 سنين، فهنشوف ايه اللي هيحصل. وبس كده، في شوية أكشن لطيف في الفيلم، لو عايز تشوفه روح شوفه مش هتخسر حاجة. وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وتقولي ايه احسن فيلم في السلسلة دي. وسلام.